ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى اخر يوم امتحان، فقلت ايه لازم بقى نفصل، لان بجد بجد احنا تعبنا وجالنا حاله نفسيه فظيعه طول الاسبوع. فقلنا بقى ايه كده، النهارده اخر يوم امتحان، بكلمكم الساعه 10:30. ثواني معلش. بكلمكم الساعه 10:30. انا بتكلم بصوتي عشان انا بره الشقه. فقلت بقى ايه، البنت ندى هتطلع من الامتحان الساعه 11، هاخدهم كده وتعالوا بينا نشوف هنروح على فين، ومعايا كمان هي فجأة. يلا بقى ما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب كده، وناخد شويه طاقه ايجابيه ونشوف هنروح على فين. يلا بينا. وقولوا لهم يلا حطوا لايك. تنسوش في اللايك. يلا بينا. يلا افتحي السلسلة. دلوقتي طبعا احنا بنبني السلسلة اهو. هننزل ونوريكم. تعالوا بقى كده نشوف روحنا فين وايه اللي حصل بالظبط. الحقيقة كده ايه، احنا روحنا مول مصر. طبعا كان معايا اصحاب بنتي وكده، فكان طبعا ايه هنا كان ماجيك بلانت. هوريكم بقى يا جماعة الزحمة كانت عاملة ازاي والاسعار عاملة ازاي. اهم حاجة بس تحطوا لي اللايك بالله عليكم، ويلا بقى ايه نكمل الفيديو. بصوا الزحمة زحمة رهيبة بجد، وحاجة كده ما كنتش متخيلاها يعني. ناس زحمة بطريقة بشعة والله العظيم. ماجيك بلانت دي كنت بوديها لبناتي، هي عبارة عن ان انتي بتشتري كارت كده وبتشحنيه. كنت بشحن لهم مثلا الشحنة مثلا ب125، كان في ب250. لا هم خلوها بقى يعني اقل شحنة ب250، يعني حاجة كده بشعة غير الزحمة. فبصراحة البنات اول ما شافوا الزحمة دي هم نفسيهم رفضوا ان هم ايه يلعبوا. انا كنت ناوية بقى اصور لكم وهم بيلعبوا وكده، فلما رفضوا حبيت اوريكم بقى الزحمة بجد، يعني حاجة وفي استغلال غريب قوي في الاماكن اللي زي دي بجد. يعني الواحد تعب بجد من الاماكن اللي بتخلي الواحد، والناس هي اللي بصراحة بتخلي الواحد يعني ايه يغلي بقى وايه، ونبقى في الحياة اللي احنا عايشينها دي بجد. بصوا كده بقى المطاعم. بصوا عايزه اقول لكم ماكدونالدز يعني اكنه بيفرق وجبات ببلاش. اقسم بالله انا مش عارفه، يعني حاجه صعبه. ومع ذلك طبعا يعني انا ما حبيتش ازعل البنات، قلت خلاص بقى يوم، وفسحتهم الحمد لله في مول مصر وقضيت لهم يوم حلو كده. فحبيت ان انا ايه انقل لكم بقى اليوم ده، وان شاء الله هنشوف فيديوهات حلوة قوي الايام الجاية. بما اننا بقى في اجازة وكده فبننطلق كده ايه شوية. تعالوا بقى كده نشوف المطاعم اللي موجودة في مول مصر، اللي ما راحش مول مصر قبل كده يعني. اهو ده ماكدونالدز من الناحية التانية اهو. بصوا عايزه اقول لكم ان انا كده داخله على المطعم، فقفلت الكاميرا من كتر زحمه الناس، وطبعا ان انا ايه ما ادخلش على خصوصيات يعني حد واصور والكلام ده كله، فصورت على قد ما قدرت عشان برضو ايه ما اصورش حد يعني. اهو ده كان مطعم كده، ده مطعم، ده مش مطعم، ده يعني ايس كريمات بقى والكلام ده. ده مطعم اللي هو الصيني، بيبيع الاكلات الصيني اللي هي المكرونه والباستا يعني والحاجات دي اهو. دي كلها يعني مطاعم اللي هي الايه الكوري بقى والصيني والحاجات دي. ده في الوش كده بقى عندك مطعم كده. احنا داخلين بقى على مطعم ايه كنتاكي بقى. حبيت ان انا ايه انقل لكم كل حاجه كده. معلش لو المقطع اتعاد، حبيت اوريه لكم كده من تاني. طبعا ما كملتش الفيديو لان الدنيا كانت زحمه، وبجد انا في اليوم ده يعني كنت اتضايقت بجد جدا، لان الاسعار كلها كانت حاجه كده مستفزه بجد. فالحمد لله على كل حال. بس اهم حاجه ان انا كنت عايزه ايه يعني نطلع من مود الامتحانات والايام اللي احنا عشناها بجد، فنحمد ربنا على كل حال. بس بجد يعني كملتش الفيديو بسبب الزحمة والإرهاق، فإن شاء الله بإذن الله نكمل في يوم تاني إن شاء الله. وبكده يكون الفيديو خلص معايا. ياريت بقى عجبكم الفيديوهات دي، ياريت ايه نحط كده يكون خلص معايا الفيديو حبايبي. باي باي.